اللحظة اللي قلبك فيها يبتسم اوعى تضيعها. خلي قلبك حاضر قوي اللحظة دي، مش لازم تستنى الفرح. لما ممكن قلبك يبتسم دلوقتي. علم النفس بيقول اللحظة اللي بتكون فيها حاضر مع نفسك هي دي اللحظة اللي قلبك فيها بيهدى وبيبتسم. لو حتى حاجة صغيرة أو نعمة بسيطة جدا انت ركزت فيها من نعم ربنا، مثلا الشمس الجميلة اللي جاية على وشنا دلوقتي، كوباية قهوة دافية لو دي أكتر حاجة بتحبها، مكان بتحبه بيديك طاقة. والدين علمنا إن الطمأنينة والفرح جوه القلب نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فاستبشروا بفضل الله. الفرحة مش بس للمناسبات، هي في لحظات بسيطة جدا لو عرفنا إحنا اللي ناخدها. إزاي نخلي قلوبنا تبتسم دلوقتي حالا؟ أول حاجة، خد نفس عميق من قلبك وطلعه براحتك. تاني حاجة، نكتب النهاردة 3 نعم احنا ممتنين ليهم لله عز وجل. اقف قدام المراية وقول لنفسك بكل بساطة: انا استاهل اني افرح، انا استاهل اكون مبسوط، انا حد جميل. واهم حاجة ذكر الله عز وجل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شعارنا نذكر ربنا كتير القلب يهدأ ويطمئن. كل يوم هو فرصة جديدة عشان تكون سعيد. فرح قلبك، عيش اللحظة، ابتسم. لو كل الدنيا دي كلها مش معاك ولا يفرق، ربنا معاك. لو كلامي لمس قلبك استنيني كل يوم مع معلومة نفسية جديدة تفهمك نفسك وتطمن قلبك. السلام عليكم.